في حاجات انا كنت فاكراها بديهيه بس اكتشفت من العياده ومنكم هنا انه لا، مش كل الناس عارفينها. اول حاجه ان السان سكرين دايما بيكون اخر خطوه الصبح، هو اخر خطوه في السكين كير عامه. ممكن نحط بعده ميك اب بس مش بنحط بعده ولا سيرم ولا مويسترايزر ولا اي حاجه خالص. تاني حاجه وهي ان السان سكرين عمرنا ما بنميكسه مع اي حاجه ابدا. يعني ما ينفعش نحطه مع مويسترايزر عشان يبقى اخف، ولا ينفع نحطه مع فاونديشن عشان نزود له لون، ولا ينفع حتى نميكسه مع سان سكرين تاني لانه ده بيبوظ الاس بي اف وما بيبقاش افكتيف، فما بيبقاش ليه لازمه. بالنسبه بقى للدبل كلانسنج، فالمايسيلر ووتر دايما بتتحط قبل الكلانزر مش بعده، والافضل ان احنا نغسلها. وبالنسبة للكلانزنج بالم ما ينفعش نستبدلها بزيوت طبيعية، لأن الزيوت الطبيعية دي ما فيهاش المواد اللي بتنظف البشرة وبتشيل لنا الميك اب. والفكرة بقى ان الاويلز كمان مش بالسهولة خالص انها تتغسل، فهي هتسيب زي ترسبات على البشرة، هتقفل لنا المسام، تطلع حبوب، فمالوش داعي من الاول. ممكن نستخدم الكلانزر بتاعنا العادي لو مش عايزين نستخدم كلانزنج بالم او كلانزنج اويل. لسه في حاجات بديهية تانية كتير عايزة اقول لكم عليها، فلو عايزين بارت 2 قولولي.